كتبت فيه والله. عظمه في كيس اللابوبو، جوار بطعم الفراخ الكوري. عارف كوريا عايزه مننا اندومي يودل بطعم الجبنه الجديد، بوزو جديد بطعم اللابوبو. وده الجزء الثامن من سلسله حاجات جديده وغريبه في السوبر ماركت. انا عارف ان الفقره دي وحشتكم عامه، لكن علام منكم مش ناس كتير جدا قدرت الفيديو اللي فات، ولكن بينا نقول الاسامي الناس اللي قدرت الفيديو اللي فات. تيجي لكم حاجات عجيبه قوي. لارا واحمد ومريم وهند وحنان ومنى وتوته وياسمين وعز ومحمد وايه وشيماء ومازن واسر. الاسامي اللي قدرت الفيديو اللي فات بس هدي كومنتات واكسبلور كتير جدا. الفيديو هقول 50 الفيديو اللي جاي. يلا بينا. انتوا حبيتوا السلسله دي، حبيتها اكتر معايا. اذا بما اني بعشق الحاجات السبايسي قوي كنت مبطلها بقى لي فتره، نبدا بجاجوار بطعم الفراخ الكوري. شكل الفراخ عامله ازاي؟ لا ريحته كوري كوري. بسم الله. كوري ولكن مش احسن حاجه في الكوري. اخد 9 من 10. تاني حاجه وهي الاندومي، ولكن دي النوع الجديد تقريبا، في منكم عارفها وفي منكم ما يعرفهاش. طعم الجبن هي الشعريه. هجربها معاكم دلوقتي عشان هجربها لازم في فيديو لوحده. انتوا اكيد عارفين. لو نيجي للحاجه اللي احنا خايفين منها وهي طعم اللابوب. ازاي هناكل لابوب؟ بيقول انه بيكسب فلوس ازاي وهو ب 5 جنيه. ده كمان تاني واحد